السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحباين. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل التورتة الحلوة دي بكل تفاصيلها، والتزيين بتاعها هيكون إزاي. يلا بقى خليكم معانا عشان تعرفوا عملناها إزاي بالتفاصيل، ونقول بسم الله. أول حاجة معايا الكيكة. أنا هعمل هنا الكيكة على مقدارين. المقدار الأول هيبقى ربع كيلو من الاسبونج وثلاث بيضات ومعلقة من الخل ومعلقة فانيليا ومعلقة محسن وكمان ربع كوباية من المية. هاضرب بقى البيض مع المحسن والخل و والفانيليا والميه، وبعد كده هحط الاسبونج وافضل اضرب فيه لحد ما يعلى معايا وقوامه يتقل كده، وكمان عشان هو سبونج شوكولاته فهلاقيه يفتح معايا خالص. طبعا انا هنا شغاله بالمضرب، لو حطيتك عندك العجان هتحطي كل المقادير مره واحده وتضربيها. هنا أنا هاشتغل بقى المقدار التاني هيكون 350 جرام من الاسبونج، عليهم 4 بيضات وتلت كوباية من المَيّة ومعلقة فانيليا ومعلقة خل ومعلقة محسن. هنا استخدمت ليه المقدار أو عملت ضربت المقدار على مرتين. لو حضرتِك بتعملي نُص كيلو اسبونج وفيما فوق أكتر من كده، يا ريت تضربيه على مرتين، عشان هيدّيكِ نتيجة أحسن وهتلاقيه عِلي معاكِ وبقى أحسن في الضرب. دي معلومة يا جماعة مهمة جدًا إن أنتم تتبعوها. هنا كده كنت قد ضربت المقدار الأولاني اللي هو الربع كيلو، وجِبت بقى صينية مقاس تقريبًا هي كانت 25 أو 27 في 37، 38 حاجة كده يعني. وبعد وحطيته كده وسِبت على جنب لحد بقى ما أجهّز المقدار التاني، زي ما قُلت لِك المقادير بتاعة المقدار التاني، وبرضه ضربتها بنفس الطريقة اللي فاتت. وبعد كده هاحط بقى المقدارين على بعض زي ما حضرتِك شايفة بالضبط، وهابدأ بقى كان في الوقت ده أكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180. هاحط طبعًا على الرف الوسطاني. أحاول بقى بقدر الإمكان إن أنا أساوي المقدارين وأضغط عليهم كده عشان ما يبقاش ما بينهم فراغات، يعني أحاول إن أنا أضبّطها كده وبالمعلقة أو بالspatula اللي أنا شغّالة بيها أضبّطها كده. وطبعًا أنا معلية الصينية بتاعتي بورق زبدة. دخلت الفرن زي ما قُلت لحضرتِك تقريبًا قعدت ساعة إلّا ربع. وبعد كده طلّعتها، طبعًا اختبرتها الأول، كنت ريّحتها بقى حسب الوقت المتاح عندي. بصراحة أنا في التورتاية دي أنا كنت مستعجلة عليها وحصل فيها دروبات كده هاقول لكم عليها وإحنا شغالين. فأنا ريّحتها شوية بعد كده بدأت أشتغل فيها. كده أنا هنا باشيل الحروف بقى اللي هي أنا مش عاوزاها خالص، لإنها طبعًا زي ما باقول كل مرّة إن الحروف دي بتبقى فيها زفارة البيض، وبالذات الحتّة اللي بتبقى فوق دي بتبقى فيها زفارة البيض، وبتبقى كمان ملزقة. هنا جِبت المنشار وقطّعتها على 3 طبقات زي ما حضرتِك شايفة كده. وبعد كده جِبت القاعدة بتاعتي، القاعدة دي يعني حاولت إن هي تكون أكبر من مقاس التورتاية مثلًا ب2 سنتي والّا حاجة. تمام. جِبت الطبقة الأولى وحطيتها، وبعد كده سقيتها شربات خفيف، وبعد كده بدأت أحط الكريم شانتيه أحط طبقة كده من الكريمة. على فكرة يا جماعة أنا ما رضيتش أطوّل الفيديو وأعمل معاكم الكريمة، لإني عاملاه كتير أوي في فيديوهات سابقة، وكمان عاملة له فيديو مفصل على القناة، ممكن حضرتِك تدخلي تشوفيه وتعرفي التفاصيل بتاعته، وإزاي تطلّعي كريم شانتيه مضبوطة جدًا منِّك وقوامها حلو، وزي ما تكوني بتضربي بالمضرب أو بالعجان. في الحالتين أنا باقول كل التفاصيل، وكمان إيه نوعية الكريمة اللي أنا باستخدمها، ومقدار المَيّة معاها قد إيه، كل التفاصيل هتلاقيها في الفيديو ده. هنا حطيت أول طبقة من الكريمة زي ما حضرتِك شُفتِ كده، وبعد كده حطيت شوية من المربى الحليب. أنا عاوزة أطعّم التورتاية بتاعتي كده بتخلّيها طعمها قوي من جوّه، غير التزيين اللي هيبقى من برّه. جِبت الديسك التاني بقى وبرضه سقيته بشربات، الشربات ده قُلنا زي شربات خفيف زي ما باقول كل مرّة، عبارة عن كوباية مَيّة عليها كوباية سُكّر، اتحطّوا على النار أول ما يغلوا أعصُر نُص ليمونة كده. وبعد كده أسيبه يغلي 3، 4 دقايق وأطفي عليه. حطيت هنا بقى عيش يعني باحاول أغيّر من الأطعمة اللي موجودة جوّه التورتاية. على فكرة يا جماعة الحشوات دي بتقوي التورتاية وبتخلّيها طعمها حلو أوي، الناس اللي خدتها شكرت فيها وفي الحشوة بتاعتها الحمد لله يعني. بدأت هنا بقى أشيل الحروف بتاعتي عشان أساويها وأخلّيها مضبوطة، عشان هابتدي بقى أجلِّس فتبقى ما تريّحني في التجليس. على فكرة وأنتِ شغّالة في التُرَط المربعة أو المستطيلة بيبقى سهل عليكِ إن أنتِ تشيلي الحروف أكتر كمان من المدوّرة، لإن أنتِ بتشيلي بالترانش كده بطريقة متساوية أكنِّك زي ما بتكوني بتقطّعي الجاتوه بالضبط. حاولت بقى كده أغطّيها بطبقة من الكريمة، تكون طبقة خفيفة في الأول، عشان آخُد كده ألِم كل البواقي الكيكة اللي موجودة عشان ما تطلعليش في الكريمة، وبعد كده هادّيها طبقة من الكريمة تانية تكون نضيفة. و وأضبّطها بقى وأدّيها الكريمة الكافية بتاعتها.
هاقول لكم كمان على الdrop اللي حصل وخلّاني إيه، وأنا بازيّنها حصل حاجات فيها. عشان كده يا جماعة أنا ما باحبش والله إن أنا أبقى مستعجلة في التورت، بالذات لو جاي لي order فيها. أحب إن أنا أكون عارفة قبلها بشوية عشان أجهّز حاجتي، وكمان التورتاية تاخد التسقيع اللازم بتاعها، عشان ما تعملش زي ما عملت معايا وزي ما هتشوفوا في الفيديو كمان. وهاقول لكم كمان أنا طلّعت التورتاية دي بكام. بس خليكم معايا بقى وشوفوا التزيين بتاعنا. انا هنا كده بحط بقيه كميه الكريمه، زي ما حضرتك شايفه كده حطيتها في كيس بلاستيك عادي وبدات اوزعها، وبعد كده هجلسها بقى مع بعض كده واحده واحده. زي ما بنقول كل مرة إن مرحلة التجليس هي أهم مرحلة، بناخد فيها وقت شوية وبنعمل على مهلنا وبنشتغل على مهلنا كده فيها عشان تطلع معانا الحاجة مظبوطة. لأن طبعا الشكل النهائي للتورتاي هو اللي بيبين إن إيه، إن اللي عاملها ده يعني بيعرف يعمل تورت ولا لأ. تمام. أنا هنا بشتغل بالسكرابر كده من الجوانب. لو ما عندكيش الأدوات دي ممكن إن أنتِ تبدّليها بأي حاجة تانية، يعني ممكن تجيبي فايل كده حتّة من الفايل وتعملي بيها الجوانب دي وتضبّطيها. وكمان الإسباتيولا اللي أنا باعمل بيها الجزء بتاع الكيكة من فوق اللي زي ما أنا شغّالة كده، ممكن حضرتك لو مسطرة كده تكون نضيفة يعني حاطّاها للحلويات تشتغلي بيها عادي، هتدّيكِ برضه تسوية كويسة جدًا. بُصّوا، أنا أي أماكن فاضية باحاول إن أنا أغطّيها بالكريمة عشان تبقى مضبوطة معايا، وتدّيني الشكل النهائي يبقى مُريح. وكمان أحاول إن أنا أغطّي بالكريمة أي مثلًا défaut مثلًا لو أنا عندي طلع عندي التورتاية في حتّة عالية شوية وحتّة يعني إيه منخفضة عنها، ده كل الحاجات دي ممكن أداريها بالكريمة، إن أنا أعلّي الجنب الواطي كده بالكريمة بتاعتي، أضبط السطح بتاعها كُلّه. زي ما حضرتِك شايفة كده أنا باخد من برّه لجوّه، عشان أضبط السطح بتاعه يكون متساوي، على قدر الإمكان إن حضرتِك إن أنتِ تساوي الكريمة بتاعتِك. ومن الأفضل إن أنتِ في آخر مرحلة في التجليس يكون جنبِك مَيّة سخنة كده تحطي فيها الإسباتيولا بتاعتِك والسكرابر و يعني إيه وتنشفيهم كده وبعدين تمسحي بيهم. السخونية بتاعة الإسباتيولا بتخلّي الكريمة ناعمة وبتدّيكِ سطح أملس كده وحلو أوي للكريمة. كده باحاول أنضّف بقى البورد بتاعي. عاوزة أقول لكم يا جماعة إن أنا أمّا طلبت منّي التورتاية دي أنا ما كانش عندي قاعدة مستطيلة، معظم القواعد عندي مُربّعة، فجِبت بصراحة حاجة كده زي النتيجة وغطيتها بsticker وبعد كده حطيت عليها تورتة واستعملتها. يعني حاولت إن أنا أتصرّف عشان إيه، الorder يمشي معايا. هنا جِبت الجناش بقى وباعمل بيه شلال كده أو دريبات. وطبعًا الجناش ده يا جماعة هو ده اللي أنا باشتغل بيه على طول، ده جناش اقتصادي موجود على القناة عاملاه بكل تفاصيله برضه. هاسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. عملت بيه دريبات. بس كل اللي أنا عملته إن أنا كل مرّة باعمل كمية وباحطها في التلاجة ووقت الشغل باطلّع وأحطه على حمام مَيّة، بيرجع سايل كده تاني وأقدر أشتغل بيه على طول. جِبت بقى الترانش بتاعي وحاولت إن أنا أقسم كده التورتاية بتاعتي، عشان هاقسمها مثلثين. ومشيت كده أنا مش هاعمل روزيتات في النُص زي ما حضرتِك شُفتِ في أول الفيديو. حاولت إن أنا أغيّر، يعني قُلت إيه، أغيّر وأخلّيها من غير روزيتات. وبدأت أحط على الجزء ده الجناش وأوزّعه كده زي ما حضرتِك شايفة بالضبط. كان المفروض على فكرة إن أنا في المرحلة بعد ما أحط الجناش وأضبّطها كده إن هي تدخل التلاجة تسقع كويس جدًا، يعني تقعد لها ساعة، ساعتين، أو في الفريزر تقعد كده لحد ما الجناش يمسك عليها. لإني أنا بعد كده هاحط روزيتات وهاحط بقى شوكولاتات وحاجات، فأنا عاوزاها يكون المفروض إن الجناش ده يمسك عليها. بس اللي حصل معايا الdrop اللي حصل معايا غير كده. إن هي أصلًا ما لحقتش تاخد التسقيع بتاعها، لإن كان المفروض إن أنا هاسلّمها في وقت معيّن، فبدأت إن أنا أشتغل فيها من غير ما الجناش يجمد عليها. وده خلّاني بعد كده حصل معايا حاجة ضايقتني جدًا وأنا شغّالة. بس الحمد لله برضه اتصرّفت وإيه واتضبّطت وعجبت جدًا الناس اللي راحت لهم. كده أنا باحاول أعمل كده إطار بالجناش حوالين التورتة من الناحية التانية. التجزيعات اللي موجودة دي أنا عملتها بالخلة، يعني أنا جِبت كده خلة وبدأت أعمل بيها رايح جاي كده، فعملت لي التجزيعات الشكل ده. متهيأ لي أحلى من الروزيتات يعني وتغيير. وبعد كده جِبت بقى كلمة happy birthday واسم البنوتة صاحبة التورتة. كنت عاملة
الشوكولاتة دي أو الحروف دي في قالب الشوكولاتة بتاع الحروف، وكنت مجهزاها وتمام، وبعد كده بدأت أرصها عشان أحطها كده وتبقى جاهزة. على فكرة يا جماعة أنا عاوزة أقول لكم إن موضوع كتابة الاسم ده بيفرّح صاحب التورتاية جدًا، إن التورتاية بتبقى مكتوب عليها اسمه، فيحس إن التورتاية دي خاصة بيه هو، مش بأي حد تاني. تعالوا بقى شوفوا الدروب اللي أنا وقعت فيه. أنا جبت كريم شانتيه وعملته باللون الموف، وبعد كده بدأت أعمل بيه روزيتات وأوزّع كرات كده بيضا، على الجناش حطيت كرات موف عشان تمشي مع لون الروزيتات، وكانت شكلها حلو جدًا وتمام أوي. وجبت مجموعة من الشوكولاتات كده، الشوكولاتة عاملاها على شكل رول وشباك، وشوكولاتة عاملاها بالدست وعلى شكل قلب، وكانت حلوة أوي. دخّلتها التلاجة عشان تاخد التسقيع بتاعها قبل ما أسلّمها للعميل. لسه باخرّج عشان أحط في العلبة، لقيت الروستات دي وقعت وخدت الجناش ووقعت لورا. طبعًا أنا اضطريت إن أنا أحط جناش تاني وضبّطت المكان بتاع الروزيتات ده بالشوكولاتات، وحاولت إن أنا أعالج الموقف، والحمد لله عدِّت على خير. وبكده التورتاية بتاعتنا النهارده تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها حتى لو استفادة بسيطة، ويا ريت بقى تسيبوا لي تعليق حلو وتقولوا لي إيه رأيكم، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. على فكرة يا جماعة التورتاية دي أنا طلعتها ب220، كان مقاسها 35 في 25. وإن شاء الله أشوفكم بقى في فيديوهات جاية كتير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.